يا جدعان يا جدعان بعد اذنكم هنيجي بس بقى يا جنة. لا يا ربنا. وخلاص يا جماعه رحلتنا الثانيه في القاهره خلصت. صافي كده خلصنا الحمد لله رحلاتنا الحمد لله. وحشونا والله جدا والله جدا بصراحه يعني يا جنة انت يعني بصراحه كتر خيرك، كترتينا وشرفتينا ومشرفانا ومنورانا يعني. كترتينا وشرفتينا ونورتونا وهتوحشونا والله هنرجع وحشتونا من دلوقتي يعني. هنرجع نخش بقى جوه التليفونات من تاني. والو ايش الشبكه عندك؟ وانت فين؟ ومفيش انت زي الزفت في مصر مش بتتجمع. وافتحوا لنا عايزين نشوف البنت كبرت مش عارف ايه ونعيش بقى ايه. مرات تقعد تبص لنا بقى من التليفون. بقى ده صافي بتسكت عرفكم تتجاوب معاكم في التليفون. لا خلاص ان شاء الله باذن الله احنا هنبعت لهم كلهم يبقى يجوا الفاميليا كلهم يجوا عندنا في دبي. انتوا ما تاخروش يعني نستضيفهم باذن الله. تيجوا بقى يعني. والله بصراحه يعني احنا يعني لحظات الوداع دي بصراحه بتبقى متعبه وصعبه جدا. مشكله احنا بص يعني احنا في جوج مرات ديال الوداع ديال المنيا وهنا يعني بنودع مرتين يا جماعه. يا جماعه بس عشان خاطر الناس بتسال بس المنيا والقاهره. انا المنيا عشت فيها لغايه 17 سنه. بعد 17 سنه انا عشت كلها هنا في القاهره. فانا عشت كلها في القاهره. يمكن اللهجه بتاعتي كمان قاهري. فانا بقيت عمري كله هو عائلته كامله اللهجه ديال القاهره. فاهم بالضبط يعني. هي معظم العيله بتاعتي كلها بيتكلموا برضو اللهجه القاهريه. حتى جيهان قاهريه. ايوه احنا منقسمين نص ونص يعني. فاحنا عندنا شويه قاهريين وشويه صعيديين. بس الاصل صعيدي برضه. الاصل صعيدي. الاصل يدور. رغم صخب المدن بس احنا ما زلنا برضه في الاخر مصريين. وبنفتخر بالصعدانه بتاعتنا والمصعده. واحنا ناس والله كان علاقه صعد يا ابوي على حد. كان علاقه بدنا نعيدوا هنايا ولكن للاسف والله كان نفسنا نعيد بصراحه. بس يعني ارتباطات. احنا حاولنا كتير نقول لهم يعيدوا معانا بس والله كان نفسي والله لو ينفع ان انا اجل. والله لازم اجلت بس انا عندي شغلي. وفي عندنا كمان انتظرونا كمان في لقاء تلفزيوني برضو المفروض ان احنا هنعمله. ففي عندنا ارتباطات كتير في احنا خلاص خدنا فرحه العيد في مجيئهم خلاص في رمضان. وهتفضل علينا الضربه العيد بس خلاص كده هيبقى يعني ما فيش. حلو بس انت ما قلتلناش يا جنى بقى بالنسبه للناس التعليقات اللي جات لك على المقلب. الناس بتيجي يقولوا اتفقوا عليا مش هنعمل. لا مريم انت زعلانه لان الناس بتقول هتحذف خاطرها وهتفضل زعلانه. لا اخرج مقلب. لا انا مريم دي يعني قطعه من قلبي. انا اصلا كنت مستغربه يعني. انا هي كان عارفه هي حنينه بزاف يعني. ما كانش مساهيه نفسها ومن جواها ما كانتش مصدقه. بس انا حاولت بكل الطرق ان انا ابين لها ان هي لازم يعني ده حقيقي ان هي لازم تصدق. احنا علينا عليها الفولت شويه بصراحه. احنا علينا عليها الفولت يا جماعه. جوج بيهم تصفقوا عليا لا شي حاجه. بس خلاص رجعت لطبيعتها دلوقتي خلاص. عماله مريم تستحلف لي تقول لي والله ما هسيبك والله ما هسيبك. عايزه تعمل انا قلقان بصراحه. انا كل ما بدخل من الباب لما يتقفل علينا باب واحد. هي حاولت كمان ان هي تجندني لصالحها. وكنا بصراحه ما اتاخرتش بس هو يعني الوقت ما كانش في صالحنا. لا يعني هو هي برضه يعني انتوا معنى كده استنى معنى كده ان انتوا كنتوا بتحلفي عليا. ولكن محمود اليوم مرض. محمود كنا نعمله في اليوم اللي ماشي بحالنا كنا نعمله في مقلب ولكن هو مرض. انا تعبت والله والدنيا بايظه عندي خالص. ان انا اتحدى كل الصواب واروح اعمل المقلب هناك في الامارات يعني. والله يا بنت اللذينه. للدرجه دي هبيع اخوك فواز. ايوه ما انا بقى هناك عشان اسلم عليك. بعتني بكام يا عاشر؟ الاسم ان انا اسلم عليك. بعتني بكام يا عاشري؟ يعني الغلبانه ديت مع مقلب ببلاش كده لازم نروح المقلب. لا ما هي مش هتسكت. انا كل ما بدخل من الباب اصلا بصراحه بقلق يعني. انا ببقى جاي لما بخرج وهم يكونوا موجودين هنا انا قلقان ان هي قالت انا مستحلفه لك. سمحنا لك قالوا ان انا تعبت النهارده فعلا هو يعني حظه ان هو تعب فعلا بجد يعني. والله كنا عاملين فيه ربنا يشفع فيه يا رب. فعلا رحنا صعب علينا قلنا خلاص حرام يعني يبقى تعب وكمان نعمل فيه مقلب. فقلنا خلاص حظه انه ياخد شويه بس يعني نفسه ياخد رودها من الزمن لغايه ما احنا بنعرف نعمل مقلب محترم. والله واخا بعيده نقدروا نعملوا انا وياهم. وحتى وانا بعيده يعني هنفكر هنعمل هشغلوا دماغهم عليا يا جدعان.
هيشغلوا دماغهم. انا عارفهم جوز رايه وسكينه دول لما هيمسكوا. ما هو جندني وقعد يملى دماغي ويقول لي مش عارف وخلاني بكيت البنيه. انا اليفه بس مش هيوصل ان احنا نبكيه يعني، بس نخليه نشده براحتكم. بس انا غلبان والناس كلها عارفه ان انا غلبان. انبسطنا والله بالقعده معاكم والجلسه الغزاله وما نشبعش منكم والله. وكان الايام كانت زوينه بزاف والله يعني. شفنا فيها اشياء جميله وشكرا جدا ومشينا وفسحنا وسافرنا مع بعض. الست ما خلتش من والسكه رايح وجاي رحنا في كل حته والناس شافتنا في كل حته رغم من ان هي مشقه، بس احنا ما كناش حاسين بالمشقه. واتصورنا مع كل الناس والناس قابلتنا في الشوارع. شفت محبه الناس ليهم هنا يعني الحمد لله ان هم ليهم شعبيه في مصر اكتر من بره بكتير يعني. الحمد لله والله. انهم هم بعيد لكن الناس كلنا يشوفوا بيقولوا ان هم انتوا محمود ومريم بيتصدموا اول ما بيشوفونا في اي مكان. يشوفونا في محل احنا ناس عاديه خالص. ما عارفين احنا فين ساكنين يعني. لما يجي نمشي عند موقع فلاني يقولوا ان انتم ساكنين. احنا ما ساكنينش لا في مصر ولا في بيفوجئوا كده مثلا داخلين محل مثلا بنشتري ملابس ولاقينا داخلين وبتاع مش عارف ايه. كل الناس تسيب الملابس اللي في ايديها تمام تتصدم لان هم مش عارفين يعني. هم متابعينا بس مش عارفين احنا ساكنين فين وعايشين فين والكلام من ده. بس انبسطنا بصراحه بتاعهم فهم لازم هم يعني تريد مارك فهم الشكل بتاعهم بيشوفوهم والله يعني. ايه ده انتوا جيتوا من التلفزيون تعالوا انتوا جيتوا من اليوتيوب. لا الفكره لما بنكون ماشيين احنا الاثنين مع بعض. يمكن انا لما بكون ماشي لوحدي الناس بتقعد تبص وتشكك. مريم اول ما تظهر مريم بقى اول ما احنا الاثنين بس هو ده اقفش. والله عايشين بمحبتكم الحمد لله والله. دي حاجه كده بتفرحنا جدا يا جماعه. ربنا يديم علينا محبتكم دايما ووقوفكم في ظهرنا دايما. انتوا عائلتنا اللي معانا في الغربه من بعد عائلتنا هنا فبتهونوا علينا والله يعلم ربنا. وبنحمد ربنا على وجودكم في حياتنا. دي حاجه جميله جدا ونتمنى ان دايما نكون عند حسن ظنكم ونكون دايما بنقدم لكم للكبير قبل الصغير محتوى عائلي يقدر يتفرج عليه جميع فئات المجتمع. ودي الرساله بتاعتنا. بنحاول ان احنا دايما في كل فيديو وفي كل رساله في كل فيديو بنوصل رساله بين السطور. اللي بيعرف يقراها هيعرف يوصل احنا عايزين نوصل ايه او احنا هدفنا نعمل ايه او هدفنا من الفيديوهات بتاعتنا ايه او احنا بنعمل ايه. بس لو يفكر شويه هيعرف ان احنا في رسائل بنوصلها في الفيديوهات بتاعتنا الحمد لله يعني. وجنة هتوحشينا والوقت ازف والعربيه جت تحت فلازم نتحرك عليها. كنت اتمنى ان العربيه ما تجيش والله. احنا نتمنى احنا نتمنى والله ان احنا نفضل فاتحين الفيديو ده والله. فعلا يعني يا ريت اخرهم انا اخليهم متاخرين هم يقعدوا يتكلموا. نشوف وشك بخير يا جنة وهتوحشينا باذن الله. وهنرجع نخش في التليفونات تاني بقى وخلي بالكم من بعضيكم وخلي بالكم من بعضياتكم. لا بصوا بقى اهو بص بقى ده اللي بيحزن ويزعل ويخلينا نتضايق بقى. خلاص بقى خلاص الحمد لله. يا جدعان بعد اذنكم يا جماعه. والله انتوا ناس جميله وعسل والنبي بلاش بكفي بكى الله يبارك لكم عشان خاطر انا هعيط انا كمان والله هعيط. ربنا يخليكم لبعض وما يحرمكوش من بعض يا رب ويخلينا كلنا لبعض يا رب باذن الله. ما تقلقيش هنيجي يا ريت والله هنيجي قريب ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله. خلاص احنا اتعودنا عليكم بصراحه واحنا اتعودنا عليكم مش هيكون الموضوع بالنسبه لنا سهل. انا اسلم عليك يا جنة. يا حبيبتي توحشينا بنت اللذينه. هتوحشينا بس بقى يا جنة. لا يا ربنا بس خلاص والله هجيلك تاني والله مش هاخر المره دي. لا هنيجي والله هنيجي باذن الله والله. بس بقى ما تخلينيش بقى انا بمسك نفسي اصل انا بعد ما بمشي بروح قاعد في العربيه فما بحبش مشاعر الصعبانيات دي. ان شاء الله باذن الله مش هنأخر. حاضر والله مش هنأخر والله مش هنأخر باذن الله. انت بس خلي بالك من عيالك وخلي بالك من اخواتي ومن بعضيكم
وان شاء الله باذن الله مش هنغيب عليكم ان شاء الله يا رب باذن يا رب. الله. احنا نتمنى نشوفكم دايما يا يعني رب ربنا يخليك. وما تغيبوش علينا يعني فترة طويلة. احنا دايما بنحب نبقى في اللمة ونبقى في العيلة اللي محرومين منها. يعني بنقعد كتير محرومين ومش حاسين بالدفى ومش حاسين بالسند ومش حاسين بالظهر. لما بنشوفكم بيكسر ظهرنا. الحمد لله. معلش دي ضريبة الغربة اللي احنا بندفعها بقى. الحمد لله يعني عشان تعرفوا قد ايه ان الغربة زي ما بتدي بتاخد. يعني كل واحد بياخد حقه تالت ومتلت يعني. دي ضريبة الغربة ان احنا بننزل كل اجازة كده ونشوف اهالينا بيكبروا قدام عينينا. امنا يعني بتكبر. بقى انا بنزل بعد سنين غربتي في كل تجعيدة من تجاعيد والدتي اللي بتظهر في وشها. انتوا متخيلين حاجة زي كده؟ بنروح لها وبنمشي بدموع برضه. هي كمان متغربة. الحمد لله. ما هي برضه متغربة زيهم. الحمد لله. اللي مكتوب علينا الحمد لله. نحمد ربنا على كل حاجة. ربنا يقرب البعيد يا رب وان شاء الله. اللهم امين يا رب. ونتجمع كلنا. انبسطنا معاك يا جنة والله العظيم. نفسنا نتجمع كلنا يعني في مكان ان شاء واحد. الله. ربنا دعواتكم باذن الله ان شاء الله كده ان احنا نتجمع ونتلم شملنا من تاني باذن الله. وانت هتيجي معايا يا اختي هترجع في الامارات تاني؟ انا ابقى معاها. انا اقصد شي معاك. طيب مش هنقفل الفيديو ده ولا ايه؟ مش عايزه اسيبهم والله مش عايزه. لا مش عايزين حزن بقى. بكف حزن. امشي بوحدك. بكف حزن والنبي. امشي بوحدك. والنبي بكف حزن. يلا عشان خاطر ماشي اروح لوحدي. طب خلاص خليكي يا مريم هنا. انت خليكي والله خليكي بامان. انت خليكي وانا اتكل على الله. يا ريت شوف بس بتعمل احنا هنشوفك فيها وفي ميران. يلا ان شاء الله باذن الله اتكل على الله بقى ونقفل الفيديو. وان شاء الله باذن الله انتظرونا بقى في المطار بقى. هنكون الصدمه تبان علينا اول ما بنتحرك بقى وايه ونبعد ونوصل ان شاء الله باذن الله في المطار. هنعمل لكم فلوج باذن الله في المطار والرحله واحنا راجعين كده وايه ونشوف ردود افعالنا بقى بعد ما خلاص بقى اللحظه الاخيره. يلا نشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. باي. مع السلامه.